هل تصدق؟ لاعب مغربي مجهول يصبح فجأة من أهم أسلحة شالكة؟ هل يمكن أن يترك موهوب مغربي إياكس ليشعل صراع البوندسليغا؟ مفاجأة في سوق الانتقالات الأوروبي، موهبة مغربية عمرها 19 عاما فقط تشعل صراعا بين برشلونة وتشيلسي، فمن هو ياسين جسيم؟ 20 مليون يورو فقط تشعل حربا إنجليزية على نجم مغربي واحد. الزلزولي يحسم قرارا خطيرا يغير وكيله ويحدد سعره في السوق. نرى كم عدد عشاق المنتخب المغربي هنا. اضغط على الإعجاب الآن لنوصل الفيديو إلى آلاف اللايكات، وانضم إلى عائلة القناة بالضغط على المتابعة لتصلك أقوى أخبار الأسبوع. حسب الصحيفة الإلكترونية سبورت الكتالانية، بدأ عبد الصمد الزلزولي تحركا حاسما في مسيرته، فبعد مواسم من الشائعات يبدو أن وقت الانتقال قد حان فعلا. اللاعب قرر الانفصال عن وكيله الحالي خافي غاريدو والانتقال إلى شركة فوتفيل ISM بقيادة أليخاندرو كامانيو. قرار لم يكن في الحسبان، لكنه يشير إلى تغيير كامل في الاتجاه الكروي. والمفاجأة أن نادي بيتيس وضع سعرا خروجيا واضحا 25 مليون يورو كحد أدنى، مع اهتمام سابق من أندية الدوري الإنجليزي وترقب كبير في السوق. وفي الخفاء ديكو لا يفوت أي تفصيل، خاصة أن برشلونة سيستفيد ماليا من أي صفقة قادمة. القرار الذي غير كل شيء لم يكن هدوءا، بل بداية عاصفة في سوق الانتقالات. فهل نحن أمام صفقة كبرى قريبا أم مفاجأة لم تظهر بعد؟ عز الدين أناحي مايسترو وسط ميدان جيرونا، يبهر في الليغا ويتحول إلى جوهرة تثير الجدل في سوق الانتقالات. لكن الصراع لم يعد مجرد اهتمام، بل سباق محموم بين أستون فيلا وبرايتون. كلا الناديين يريد خطف التوقيع وبسرعة. أوناي إيمري يراه المحرك المفقود، وبرايتون يعده صفقة ذهبية ضمن استراتيجية اصطياد المواهب. لكن ما لم يكن في الحسبان هو ذلك الشرط الجزائي. 20 مليون يورو فقط، رقم يبدو زهيدا في البريمير ليج، وقادر على إخراج أناحي من جيرونا في أي لحظة. وبين إنجلترا وترقب أتلتيكو مدريد يبقى السؤال الكبير: أين ستكون الوجهة القادمة لأناحي؟ ومن سيكسب هذه الصفقة المشتعلة؟ في صمت بدأ الاسم يظهر في كواليس الانتقالات الأوروبية. المهاجم المغربي الشاب ياسين جسيم يخطف الأنظار مع فريق ستراسبورغ الفرنسي. بدايات واعدة ولمحات تجعل كشافي الأندية الكبرى يراقبون باهتمام. المفاجأة أن برشلونة دخل الخط بهدوء. وفقا لتقارير إعلامية، إن الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني بقيادة ديكو استفسرت عن وضعية اللاعب دون تقديم عرض رسمي حتى الآن. لكن الأمر لا يتوقف هنا. نادي تشيلسي الإنجليزي يراقب جسيما عن قرب أيضا. كشاف النادي اللندني يتابعون مبارياته بنفسهم في محاولة لتقييم موهبة قد تكون من أبرز مواهب المستقبل في أوروبا. رغم أن دقائق لعبه ما زالت محدودة، إلا أن بروزه الأول مع ستراسبورغ بدأ يثير الانتباه. ومع عقد يمتد حتى عام 2030 يرى النادي الفرنسي فيه مشروع نجم للمستقبل. لكن إذا استمر التألق فقد نكون أمام صفقة كبرى قريبا. فهل يكون برشلونة أم تشيلسي؟ أم أن المفاجأة الحقيقية لم تأتي بعد؟ ريان بونيدا اسم بدأ يلمع بقوة في أوروبا، لاعب شاب ومهاري ويجيد اللعب بين الخطوط. لكن الحقيقة الصادمة هو وضعه غير المستقر مع أياكس. بين الرسمية ودكة البدلاء تأرجح مساره هذا الموسم. رغم ذلك الأرقام تتكلم: 4 أهداف و11 تمريرة حاسمة في أقل من 1800 دقيقة. فعالية هجومية لافتة تجعله ورقة مطلوبة في السوق. وفي تطور مفاجئ دخول بروسيا مونشنغلادباخ بقوة على الخط، مفاوضات متقدمة وعرض عقد ل4 سنوات، خطوة قد تغير كل شيء في مسيرته. ومع اختياره تمثيل المنتخب المغربي يصبح قراره أكثر حساسية، فالاستمرارية هي مفتاح المستقبل. فهل يغادر أياكس أم يقاتل لفرض نفسه؟ القرار قد يحدد مكانه مع أسود الأطلس. سفيان الفوزي اسم لم يكن في الحسبان، انتقل في الصيف من ألمانيا وفي أسابيع قليلة فقط فرض نفسه داخل وسط ميدان شالكة. لا يكتفي بالدفاع ولا يتوقف عن الهجوم، يغطي المساحات، يضغط، يسترجع ويصنع الفرص. لكن المفاجأة كانت في مباراة إلفرسبيرغ، حين كان شالكة متأخرا يظهر الفوزي ويسجل هدف التعادل بمقصية رائعة، هدف أشعل المباراة وكان سببا في فوز مهم 2-1. والأرقام تؤكد: 30 مباراة، هدفان، 5 تمريرات حاسمة. في عمر 23 سنة وبعقد حتى 2029 يصبح سفيان الفوزي من أبرز مفاجآت الموسم في ألمانيا. ومع اقتراب الحسم سؤال واحد يفرض نفسه: هل يكون هو سر عودة شالكة إلى البوندسليغا؟